السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. في الجزء دوت النهاردة بإذن الله الجزء التاني من الفيديو اللي فات. هنقفل مع بعض القميص الأولاد. الفيديو اللي فات قصيته معاكم والنهاردة هنقفله بإذن الله. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله بعد الرضا، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. زي ما انتم شايفين كده بعد ما تقفل بالطريقه ديت بيكون ناقص بس على العراوي والزراير اللي بتركبي الزراير بعد ما بتعملي العراوي. تمام، على اساس انك انت تاخدي نفس المقاسات او المسافات للعراوي هي نفس مسافات للزراير. تمام، يعني انت اول ما بتعملي العراوي او الزراير بتعملي العراوي الاول. تمام كده، وممكن تحطي بادج زي ده كده عليه اهو، وممكن عند الياقة برضو كده تحطي زرار من الناحية دي وزرار من الناحية دي، وهيكون الشكل النهائي للقميص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نبتدي بقى دلوقتي الفيديو تقفيل. بعد ما قصيت اهو زي ما انتم شايفين وعملت الفازلين اهو على الاساور والعراقة والياقة. تمام، انا عملت بس جزء واحد بس من الياقة والجزء التاني مفيهوش فازلين. تمام، بحط الاتنين على بعض زي ما انتم شايفين كده اهو، وبثبتهم بالدبابيس، وبخيط التلات جوانب من الياقة، وبسيب الجزء اللي تحت دوت عشان اثبته في الياقة. تمام، نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده اهو، بسيب يجي نص سنتي بس خياطة اهو، وبخيطها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دلوقتي كده بجيب الاسورة وبتنيها بالشكل ده. تمام كده، وبثبتها بالدبابيس اهو. تمام، وباخد جزء منها كده بيبقى جزء مفروض عادي يعني طرف عادي والطرف التاني متني كده يجي سنتي. تمام، يعني الاسورة لما بتيجي تقفليها الاول بتثبتيها من الجنبين، وبعد كده بتاخدي منهم طرف بتتنيه يجي سنتي كده لجوه اهو زي ما انتم شايفين، والطرف التاني مفروض. نفس الحكاية الاسورة التانية اهي بثبتها من الجنب بالدبابيس اهو زي ما انتم شايفين، وباخد طرف بتنيه كده يجي سنتي. تمام، نفس الحكاية في الاسورة الاولانية اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وادي العراقة كده اهي بجيبها وبتنيها من الجناب يجي سنتي كده، وبثبتها بالدبابيس، ومن الجنب التاني برضو اهو، على اساس ان انا اخيطها على طول لطش كده على القميص. تمام، لطش يا جماعة يعني بحطها كده على القميص وببروزها، بحطها من جوه من الجزء اللي جوه يعني. تمام، بتبقى من الظهر زي ما انتم شايفين اهو، ومن الجزء ده كمان كده بتنيها برضو سنتي. تمام، زي ما انتم شايفين هتكون بالشكل ده. وبعد كده هجيب ظهر القميص. العراقة ديت بتبقى من جوه من داخل القميص، من ظهر القميص من الداخل. تمام، وبحطها لطش زي ما انتم شايفين كده، لطش يا جماعة يعني بخيطها كده على الوش اهي. تمام، وبثبتها بالدبوس اهو. واهم حاجة بعمل فرد في العراقة. تمام، باخد علامة النص وبعمل علامة الفرد، وبرضو في نفس الحكاية في القميص في الرقبة بعمل علامة النص وباخد الفرد، وبحط الفرد على الفرد، وبعد كده بركب العراقة بالشكل ده. ولو انت حابة تعملي تيكت مثلا او تحطي تيكت في العراقة بتحطيه الاول قبل ما بتثبتي العراقة في ظهر القميص. تمام، وهتكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بتخيطيها الاول قبل ما بتحطي العراقة.
ودلوقتي كده يا حلوين قطع القميص كلها جاهزة معايا على التقفيل زي ما انتم شايفين اهو. تمام. ودلوقتي كده هجيب جزء الامام اهو وهعمل المرد بالشكل ده، بتنيه اهو على الوش زي ما انتم شايفين كده وبثبته بالديابيس. تمام. وخلي بالكم دايما ان القميص الرجالي او الشميز الحريمي بيبقى فيه يمين وفيه شمال. الرجالي بيتقفل على اليمين والشمال بيتقفل النسائي بيتقفل على الشمال. تمام كده زي ما انتم شايفين اهو. الناحية اللي هتكون من فوق هي اللي هخيطها. هعمل خيطتين. تمام. بالطريقة دي كده ثبت اهو الجزء التاني. وادي الظهر بعد ما خيطت فيه العراقة اهو بقى مديني الشكل ده. تمام. وادي التيكت عملته قبل ما اخيط العراقة زي ما وريتكم، بس اخترت تيكت تاني يعني. واهم حاجة تكون العراقة مظبوطة مع الرقبة. هنا زي ما انتم شايفين اهو مكان العصفورة اهو، ومن فتحة الكم اللي انتم شايفينها ديت اهي بقص جزء كده منها، مش بخليها كلها يعني مقصوصة. تمام. وبعد كده بخيطها وبثبتها بدايبيس بالشكل ده. تمام. وبعد كده بقلبها وبتنيها تانية في تانية كده اهو بالطريقة دي. وبعد كده برضو بثبتها بالدايبيس وبعد كده هخيطها. تمام. يعني في الفتحة ديت جنب هيتني كده، وجنب التاني هركب فيه العصفورة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله يا حي يا قيوم. دلوقتي كده أنا جبت العصفورة أهو وبخيطها من الأول من الخلف من جوه يعني زي ما انتم شايفين كده، وبثبتها أهو. وبعد كده هخيط أهو وأروح قلباها بالشكل ده، بنيم الخياطة كده. تمام أهو. وبعد كده بتنيها سنتي وبقلبها على الوش بالشكل ده وبتنيها اهي زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهتكون معايا بالطريقة دي اهي وهخيطها من هنا كده بقى. الجزء اللي اتبقى من القماش بتنيه كده من الجنبين على هيئة شكل مثلث، يعني بعمله على شكل مثلث بالشكل ده اهو، وبثبته بالدبوس هيديني الشكل اللي انت شايفينه ده اهو. وبخيطها من القطعة دي من الناحية دي كده. تمام. نفس شكل العصفورة كده اهي بالطريقة ديت. تمام. وهيكون معايا الكم بالشكل ده. تمام. وهخيطها على المكنة بعد ما ثبتها. دلوقتي هجيب جزء الظهر من القميص. تمام. بعد ما خيطت المرد اهو بالشكل ده، وادي الجزء التاني. تمام. بعد كده بقلب القميص اللي هو الظهر يعني على الوش. تمام كده. وبحط جزء الامام بالطريقة ديت، بحط الوش على الوش وبثبت الاكتاف بالشكل ده اهو.
وادي الكتف التاني بثبته برضو اهو بالدبابيس. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين اهو، لما ركبت الأكتاف في فرق في القميص، الأمام أقصر من الخلف. تمام. فأنا عشان أجيب الشكل دوت بفرد القميص، بخليه متساوي بالشكل ده اهو، وبيديني شكل الكتف اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده اهو، بقى القميص معايا مظبوط اهو. ورسمة القميص الرجالي بقت معايا اللي هي رسمة الكتف، اللي هو بيبقى حادف على الامام شوية اهو. هثبت بقى من الجناب اهو بالطريقة دي، واظبط القميص بالشكل ده اهو. طبعا انت لما بتخيطيه وبتكويه بيبان اكتر الشكل اللي قدامك. تمام. دلوقتي انا خيطت اهو زي ما انتم شايفين، وبعد ما خيطت خدت خيطتين قصد بعض. تمام. عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وبعد كده بفرد القميص وبجيب الكم، ونخلي بالنا ان في كم يمين وكم شمال. تمام. ده الكم اهو الناحية دي، جبت الكم للناحية دي اهي. دايما العصفورة بتكون عند ظهر القميص من الخلف. تمام. والجزء اللي احنا عملنا فيه التعديلات هو ده اللي فيه الامام. واهم حاجة تخلي بالك من النقطة ديت علشان ما تجيش تركبي الكمام وبعد كده تفكيها يعني وتلاقيها مش مظبوطة. وبعد ما بثبت الكمام بالشكل ده اهو، وبعد ما ثبته بالدهابيس بخيطه. تمام. وبجيب الكم التاني اهو، بحط برضو الفرد للكم. اهم حاجة اعمل فرد برضو للكم، واحط الفرد على خياطة الكتف. تمام. وبثبت الكم التاني زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعد كده هخيط. وبعد ما خيطت الكم بقى معايا بالشكل ده اهو، هاخد الكم مع الجنب خيطة واحدة بالشكل ده. وادي الجنب التاني اهو. تمام. خيط الجنبين اهو، بقلب الكم. وادي الكم التاني، قلبت القميص بقى بالشكل معايا ده اهو. وزي ما انتم شايفين كده هركب الاساور اهي. بعد ما خيطتها بالشكل ده بقلبها تانية السنتي، بتبقى لجوه كده والطرف التاني مفرود. ونفس الحكاية الياقة، بس باخد الزيادة عشان لما اجي اقلبها متكونش مكلكعة معايا وشكلها مش لطيف. وناقص على تانية ديل القميص وتركيب الياقة والأساور. وندعي مع بعض لكل المستضعفين في الأرض، ربنا يحفظهم وينصرهم نصرا عزيزا مقتدر، ويحفظ بلادنا وبلادهم من كل غادر معتدي يا رب العالمين.
نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وبكده الفيديو خلص يا حلوين. ولو فضلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.